السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أسابيع فخامة الرئيس بشار الأسد زار سلطنة عمان واستقبله جلالة السلطان هيثم حفظه الله. علاقة ودية. خرج في مواقع التواصل الاجتماعي من يسب ويشتم ويخون عمان وحكام عمان والشعب عمان، وقلنا لا بأس، لا يهمنا في ذلك، لأن هؤلاء مفلسين لا يدركوا ما معنى السياسة الصحيحة. دعونا نرجع للخلف شوي. عندما وقعت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل في كامب ديفيد، كل الدول قطعت علاقتها إلا عمان أبقت علاقتها مفتوحة مع مصر واستمرت على تلك، ثم عادت الدول العربية إلى مصر مرة ثانية. في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، عمان أبقت العلاقات مفتوحة مع إيران ومع العراق. في حرب الخليج الثانية عندما غزا العراق الكويت، أبقت عمان علاقتها مفتوحة مع العراق ومع الكويت، بالإضافة أنها شاركت في حرب تحرير الكويت. ما حصل في اليمن عمان لم تشارك أبدا وأبقت العلاقة مفتوحة. ما حصل في دول الربيع العربي عمان لم تشارك وأبقت العلاقات مفتوحة. ما حصل في قطع أو ما يسمى بالحصار على قطر أيضا، عمان لم تقطع العلاقات وأبقت العلاقات مفتوحة، لأن عمان تؤمن بأنه لا عدو دائم ولا صديق دائم في السياسة. الدول تربطها مصالح، وبناء على هذه المصالح تتحرك السياسات. خفاف العقول وصغار العقول المفلسين لا يدركوا هذا الشيء، كلما رأوا اسم عمان سبا وشتم ليس إلا. لا يؤمنوا بأن عمان دائما وأبدا تسعى من أجل لم الشمل العربي، من أجل الحوار، لأنها لا تؤمن بالعنف. نحن نقول يكفينا تشرذم الآن في دول العربية والإسلامية، لابد من عودة العلاقات العربية على ما هي عليه، لابد أن يكون هناك وحدة عربية للم الشمل العربي. اليوم فخامة الرئيس بشار الأسد طبعا موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واستقبله الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وأبقاه. الآن أنا أقول ما قامت به دولة الإمارات هي خطوة جميلة جدا من أجل توطيد العلاقات وعودة العلاقات العربية. نقول شكرا لأشقائنا في الإمارات على هذه الخطوة الجميلة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي سيقوله الذين نبحوا سابقا على عمان؟ هل سنراهم الآن ينبحوا على دولة الإمارات لأنها استقبلت فخامة الرئيس بشار الأسد؟ دعونا ننتظر. بارك الله فيكم، حفظ الله الأمة العربية والإسلامية وجمع شملنا بإذنه تعالى.